السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير أو مساكم الله بالخير حسب ما يوصل لك الفيديو. بصوا يا جماعة، الفيديو ده هنتكلم عن مطروح. الكلام اللي هنقوله عن مطروح أنا والله ما أنا عارف هقول إيه، ولا مرتجل لأي فكرة في دماغي. كل اللي جه في دماغي الكومنت ده هقراه لكم، وهنقعد ندردش مع بعض، وأنا بدردش معاكم هفرجكم على العوام وعلى المكان واحنا ماشيين جوله كده. ولكن قبل ما ابدا الجوله هقرا لكم الكومنت. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بتقول الاستاذه رندا زيني، رندا زيني، بتقول شكرا على الفيديوهات الجميله دي، بس سؤال، انت بتقول اللي بيجي مطروح اول مره بيخطف قلبه وعقله. انا بشتغل يا حبيبي وعقله. طب انا رحتها السنه اللي فاتت وما حبيتهاش خالص، هل ممكن لو جيت تاني احبها ولا خلاص كده؟ عكس بقى سفريات تانية سافرتها زي الغردقه وشرم، خطفوا قلبي وحبيتهم جدا واستمتعت بالسفريه. في رايك اسافر مرسى مطروح تاني طبعا تاني ولا كده خلاص؟ عشان بدور على حجز اليومين دول وبفكر اديها فرصه تانية. عجبتني قوي تديها فرصه تانية، لاني شايفه الناس حباها قوي، بس انا ما حسيتش بده. حسيت انها فوضويه وعشوائيه قوي. للعلم انا كنت نازله جنب قريه بلو بيتش شاطئ الزمرده. دي كانت اول تجربه ليا المطروح، اكررها تاني ولا خلاص؟ اسف على التطويل في الكلام، بس حبيت اوضح عشان تفيدني بالرد، وشكرا جزيلا. طيب صلى على النبي يا اختي عليه الصلاه والسلام. الفيديو ده ليكي انت، يا رب تشوفيه وتعلقي عليه تقولي انت شفتيه واستفدت منه ولا لا. التليفون رن، مش عارف ارد بقى ولا اعمل ايه، فلا هنخلينا نشوف شغلنا. يلا بينا نتفرج على الايه، على العوام. بص يا ست الكل، لو هنتكلم بمبدأ ان انا افرجك على البلد لو قعدت افرجك عليها وامشيكي في شوارعها 50 سنه مش هتشبع منها. طيب ولو اتكلمت بمبدأ حبي المطروح انا شخصيا، فانا شهادتي في مطروح مجروحه. واتكلمت في مبدأ اهل مطروح وطيبتهم وجدعنتهم ورجولتهم مع اي حد يقف غريب، مهما اتكلم مش هخلص الكلام. هسمع واحد بيقول لي حصل لي موقف اتعاملت مع حد منهم، حد فلان حد علان. بص يا حبيبي، صوابع ايدك مش زي بعضها، وكل مكان فيه الايجاب وفيه السلب، فيه الكويس وفيه الوحش. لكن مطروح بنسبه 90% الناس كويسه وناس حلوه. اقف في الشارع اسال على اي حاجه، اي محل، اي مطعم، اي شيء كان، تمام، اي حاجه هتسال، مهما تسال هتلاقي اللي بيجاوبك وبيدلك. ما عرفتش تتجاوب وتتدل يقوم ياخدك يوصلك للمكان. دي منطقه العوام والمربع الذهبي اللي جوه مطروح، ده وسط البلد. اول غلطه عند حضرتك يا فندم انك لما جيتي اول مره مطروح رحت سكنت في الابيض، اللي انتوا عليها عشوائيه دي، يعني هنقوله اللي هي ايه، اللي هي الراقيه شويه بالنسبه لمطروح. اللي هي انت عشوائيه ازاي وانت اصلا ساكنه في الابيض وساكنه في مكان ما فيهوش زحمه وما فيهوش دوشه. حلاوه مطروح في زحمتها وفي دوشتها، حلاوه مطروح في الدفء اللي بتحسيه بين الناس. لكن حضرتك يا فندم لما رحت الابيض كتجربه لاول مره كانت غلطه كبيره من سيادتك. ليه؟ اي حد اول مره يجي مطروح، لو اول مره تيجي مطروح لابد تسكن في مطروح نفسها. اسكن في العوام لو انت ظروفك الماديه تسمح في عز الصيف، اسكن في المربع الذهبي اللي هو العوام، اسكن في حي الدولار، اسكن عند سوق ليبيا، اسكن في سوق المربع الانجليزي، اسكن في شارع اسكندريه، اسكن في اي مكان يناسب ظروفك الماديه. لكن ما تسكنش ابدا في الابيض، مش لان الابيض وحش، لا، لان الابيض بعيد عن البلد وبعيد عن الخدمات. انت اول مره تيجي مطروح حابب تيجي تخش فندق، ما انصحكش ليه؟ عايز تستمتع بمطروح وجمالها وتحس بحلاوه مطروح، اسكن جوه البلد وكل واشرب في شوارعها ومطاعمها. هتلاقي نفسك حاسس بحاجه مختلفه، هتلاقي سحر غريب في البلد، هتشوف كل مكان فيه هترتبط بذكرى فيه، ذكرى في قلبك، ذكرى تعلم في قلبك. لكن سيادتك يا كبير تاخد نفسك وتروح تسكلي وانت حضرتك يا استاذ رندا تسكني في الابيض ديت للناس اللي شبعت من مطروح، حافظت شوارعها، حافظت مطاعمها، بتيجي بكل امكانياتها وتاخد نفسها وتطلع على الابيض وتيجي رايحه قاعده على الكورنيش على الشط، ما بيستخدمش من مطروح الا البلكونه. هي دي الابيض. عايز ميه كل يوم شبع، يعني نفسه في ميه
كل يوم البحر بالنسبه له هو 90% من المصيف، خليك في الأبيض. الأبيض يا جماعه الوصف بتاعه مش اوضه وصاله، معلش حضراتكم بتشوفوا الأبيض اوضه وصاله ليه؟ الأبيض يا فندم 20-30 شاطئ. الأبيض اجمل شواطئ مطروح، ولكن كل شاطئ وليه حاجه، كل شاطئ وليه طعم، كل شاطئ وليه طبع. المالديف غير روتس غير ام الرخم غير عجيبه، غير كل شاطئ وليه ايه؟ ليه سعر، كل شاطئ وليه نظام، كل شاطئ وليه طريقه في البحر، وكل رمله وكل نزله الشط لها نظام مختلف، كل نزله في شط لها نظام مختلف. اسكن في مطروح كل من شوارعها، اسكن. لو انت بتدور على افضل سكن وافضل مكان من وجهه نظر المصيفين كلهم خليك في العوام. لو انت بتدور على افضل مكان من حيث الشقه واسعه وفرش نظيف خليك في الفيروز وباب البحر. لو انت بتدور على وسط البلد والاسواق والخضار والاكل والشرب والخدمات خليك في شارع اسكندريه والمربع الانجليزي. لو انت بتدور انك تصيف في مطروح وباقل تكلفه ممكنه هتكون في منطقه خلف منطقه باب البحر، في علم الروم من قدام، هتكون في تقسيم الشرطه اللي جنب قريه الاندلسيه، هتكون في الاماكن دي. كل مكان من دول ليه سعر وليه نظام، تمام؟ كل مكان من دول ليه نظام وليه سعر. اتفضل يا سيدي اتفضل، تمام. لكن حضرتك جيت سكنت في الأبيض كأول مرة، لا، أول مرة بالذات ما تتسكنش بره، اسكن جوه البلد، خليك جوه البلد، خليك حوالين الخدمات، حوالين الأكل والشرب والمطاعم والكافيهات. طيب أنا حسيت إن هي عشوائية زي ما حضرتك بتقولي يا فندم، مطروح أفضل مصيف تحس إنك ما سافرتيش بره بلدك. طب أنا برضو مش عايز أكون في وسط الناس والزحمة والكلام ده، خليكي جوه كومباوند مقفول زي 1000 كومباوند، مليون كومباوند في البلد بدون ذكر اسماء عشان ما تقوليش ان انا بسوق لمكان معين. القريه الفلانيه، القريه العينيه، بسينات، عايزه بسين، عايزه حمام سباحه، عايزه كذا، في الاماكن دي كلها موجوده. انزلي في قوات مسلحه، انزلي في 1000 حاجه وحاجه، ديت اروع لوحه فنيه في البلد، تمام؟ رد عليه له بيسجل فيديو، تمام؟ في كل مكان وليه وضعه، كل مكان وليه طبعه. فانت حضرتك يا فندم عايز تنزل في مطروح لاول مره، تعالى يا باشا اسالنا، هندلك على حاله البحر وحاله الجو، هندلك على الشواطئ، تابع النشره الجويه كل يوم بندلك عليها. وقفت على اي شيء كلمنا هنفيدك. لكن انت هتفضل تاخد نفسك تروح الأبيض، هتقعد في الأبيض تعمل ايه كاول مره ليك في مطروح؟ الجمال اللي في مطروح وسحرها مش في بحرها بس، في طيبه اهلها وطيبه شعبها والمعامله ما بين الناس. لا مفيش يعني مش عايز اتكلم في نقط معينه اللي هي انا بفضلها شخصيا، لكن تعالى هنا استمتع بجمال البحر، استمتع بجمال الناس، استمتع بجمال الميه الصافيه اللي مفيش منها اتنين اصلا. لو اتمشيت على الكورنيش بالليل اللي انا مشيت عليها كله والجوله اللي انا مشيت عليها ديت، هتلاقي نفسك بتحس احساس مختلف. غير ده كله بحر مطروح لما تنزله بيحضنك، البحر بيحضنك حرفيا، بيحضنك مش كلام. بحر مطروح الميه بتاعته ابيض من الميه المعدنيه. انا يعني عايز اقول لك ان انا في تشبيه من تشبيهات الناس بيقول لي انت جبت الميه المعدنيه اللي في مصر كلها فضيتوها ببحر مطروح. فطبعا بحر مطروح مختلف شكله قلبا وقالبا. بحر مطروح تحس فيه انك عايش لنفسك، عايش حياه مش عارف اقول لك ايه. لكن كل اللي اقدر اقوله ان انا مهما اتكلمت عن جمالك يا مطروح مش هعرف اقول فيك حقك. خد بالكم ان انا حفظت كويس جدا ان انا ما اذكرش اي حاجات من اللي بتتذكر على البوستات على النت عشان ما يقولوش تعصب او يقولوش عنصريه او لا، انا قلت اللي انا بحسه فيها. اما تيجي مطروح تعيش فيها تلاقي نفسك منها ابنها. لا اذا اتكلمت والله ما يكفيني كلام، لا فيديوهات ولا صور. المطروح كما قال الشاعر والصمت في حرم الجمال ايه جماله. مش عارف انا كده وفيت وكفيت لحضرتك ولا لا. اذا جيت المطروح تعالي صح، اسالي صح، اختاري مكان يناسب ظروفك الماديه وفرش يناسب ظروفك. لان يا فندم لو انت من النوع اللي ممكن تسكن في شقه ب 1000 جنيه في اليوم وسكنت في شقه من 200-300 جنيه هتتعبي.
ولو انت من النوع اللي ممكن يسكن في شقه ب 5000 في اليوم، وسكنت في شقه من ام 1000 يبقى 1000 جنيه، هتتعبي. لابد تسكني في المستوى الاجتماعي اللي حضرتك متعوده تنزلي فيه وتسكني عليه، ما تقبليش اقل من كده. ان كنت شايفه انك انت ما انتش مطمنه للمستوى اللي هو فيه، بلاش تحجزي من على النت، لا خلالي ولا خلال غيري. تعالي بنفسك ودوري وشوفي، لكن ما تجيش في وقت الذروه وتدوري. طيب لا انا شايف ان انا هقدر اتاقلم، يبقى انت هتخسري ليله من الليالي اللي هي ممكن تحجزيها، سواء ب1000 سواء ب5 سواء ب3 سواء بجنيه. هتخسري الليله ديت وتسيبي المكان وتنقلي في مكان تاني يوم، او ما تخشيش المكان اصلا لو الفرش ما عجبكيش. لكن تقبلك لمستوى غير مستواكي، يبقى ما تلوميش الا نفسك، لان حضرتك اللي اخترتي انك تتنازلي وتقبلي المستوى اللي غير اللي انت شفتيه. اعتقد ان انا كده قلت كل حاجه عن مطروح باختصار وبوجز. انتم رايكم ايه في الكومنتات، وردوا معايا على الاستاذه ندى، خلوها تحب مطروح تاني وترجع مطروح تاني. يا ريت ما كنتش زعلتك في اي كلمه، لكن تابعي الفيديو وشوفيه، ويا ريت اكون كفيت ووفيت لكي ووفيتك حقك، وهتحبي مطروح تاني، هتحبيها تاني.